الفل، ايه الاخبار؟ معاكم نادر العوضي، والنهارده هنتكلم عن اول اداة للبي تو بي ليد جنريشن سكرابنج ببساطة. الاداة دي هي اسمها لوشا، ومع التنويه كده هايلايت بسيط: لوشا هي صهيونية اسرائيلية. تمام. اداة موجودة من ارض اسرائيل، ودي مش ارضها طبعا، بس يعني دي موجودة من اسرائيل. تمام، الاونرز اسرائيليين، الموظفين اسرائيليين، وكل حاجة، ولكن للاسف دي افضل تول سكرابنج. التالي انا بشرحها علشان اكون عملت اللي عليا، وبشرح كل التولز الافكتيف اللي تخليك تجيب qualified lead و qualified effective contact and verified contact بشكل كبير. طيب، لوشا هي أداة بتجيب لك الايميل، وبتجيب لك رقم التليفون، وبتقول لك ده رقم التليفون او الايميل هو effective وابديتد وفيريفايد ولا لا. اوكي، دي ببساطة الانترفيس بتاعت لوشا. لو جينا هنا هتلاقي الاونبوردنج والهوم والسيرش والريكومنديشنز والانجيج والانريتش. طيب، عندنا في الاونبوردنج ديت هي تاسكز انت بتعملها بتاخد بيها كريدت. الكريدت ببساطة طريقة العمل بيها هي رقم التليفون ب 5 كريدتس، والايميل ب 1 كريدت بس. فبالتالي لو انت عايز مثلا 10 ارقام تليفونات، فانت بتحتاج 50 كريدت وهكذا. تمام، فهو هنا بيشتغل بنظام الكريدت. طبعا في الاول ما كانش كده، وكان الفون نمبر والايميل بكريدت واحد بس، ولكن هو حابب ان هو يشتغل اكتر على اب سيلينج وكروس سيلينج وهكذا، فعملها الكريدت. طيب، انت هنا ببساطة بتبدأ تشتغل ان مينيتس بس على الفيرست كونتاكتس، وهنا دي انت بتجيبها من جوه او من لينكدين اكستنشن. جوه ديت البروسبكتنج بلاتفورم بتاعته اللي هي السيرش ديت، او لينكدين اكستنشن، وده انت بتحملها من جوجل اكستنشنز، او بتحملها من مايكروسوفت ايدج اكستنشن. بعد كده بتبدأ تخش على ان انت تست الاكونت بتاعك. تبدأ الاكونت بتاعك، طبعا انت بتاكتيفيت الاكونت. هو طبعا لازم يكون ببزنس ايميل، ويا ريت يكون البيزنس ايميل ده انت فاتحه على جوجل او فاتحه على مايكروسوفت، عشان تاخد كريدتس اعلى وتقدر تخش الكوميونتي بتاعهم. والكوميونتي بتاعهم هو كوميونتي فيري افكتيف وجامد جدا. وهنا بيساعدك في ويبينارز فري، وبيساعدك بكريدتس تانية كل شهر، بينزل لك اوفرز وهكذا. فانت بتاخد وبتدلع جدا جوه الكوميونتي ده. طيب، يبقى اول حاجه ان انت بتربطه بتاكتيفيت الجوجل والمايكروسوفت سولوشن، ان انت بتربطه بيفتح لك البيزنس ايميل بتاعك. لو انت فاتحه على جوجل او مايكروسوفت، فانت بتفتحه من على لوشا من هنا، وبتدوس اكتيفيت وبيأكتيفيت عادي جدا. بعد كده لو انت بتشتغل على سي ار ام معين، فانت بتبدأ تربطه على سي ار ام، فهو بيشتغل على بايب درايف، هاب سبوت، بيشتغل على زوهو، بيشتغل على كذا سولوشن ما عدا اودو. يعني اودو ما بيتربطش ب الا بنيتف طبعا انتجريشن او اي بي اي انتجريشن. طيب، هنا طبعا بتبدا تنستول لوشا كروم اكستنشن. طبعا هو انت لمجرد ما بتدوس عليه بتقول مانج او انستول اكستنشن، بيبدا ياخدك على طول على لوشا على جوجل اكستنشنز. بعد كده بتاكتيفيت لوشا افري وير، علشان لو انت فاتح ويب سايت شركة ومش لاقيها على لينكد ان، فانت تقدر تجيبها عادي جدا من على لوشا. وبتتفتح لك هنا كده زي ما ابولو فاتح لي هنا، هو بيتفتح لك هنا كده في تابة تقدر تدوس عليها ويجيب لك كل الموظفين بتاعة الشركة من الويب سايت بتاعهم. ده بالنسبة لي لوشا كوميونتي بيوفر لك أول مرة 200 كريدت. بعد كده في كل شهر بيوفر لك 150 كريدت. أوكي. طيب، طبعا بيحميك طبعا من السبام لو انت بتعمل ايميل ماركتنج اوتوميشن من على الانجيج هنا وهكذا، وكل دي حاجات هنتطرق ليها قدام. طيب، هنروح للهوم. والهوم انت بتروح لها للانترفيس بتاعت لوشا. وهنا الانترفيس بتلاقي هنا الاكونت بتاعك، الاكونت سيتنج، تيم مانجمنت، انتجريشنز، اناليتكس، فيو بلانز، وهيلب اند سبورت، ولوج اوت. اوكي، عندك هنا دي الكريدت بتاعتك، وبتظهر لك كمان هنا. بس هنا بيجيب لك ان انت تقدر تجيب. طبعا هو الفون هنا عملوا ليها ابديت، الفون بقت ب 10 كريدت
كانت في الاول ب5، بعد كده عملوها ب10 كريدت. يعني انا كده اقدر اجيب لي بس 7 ارقام، تمام، او اقدر اجيب لي 70 ايميل وهكذا. طيب عندنا هنا دي الاناليتكس بتاعتك بتاعت اليوزج بتاعتك، انت استخدمت وجبت كام ليد وهكذا. يعني لو رحنا لللاست مونث، جبت 85 كريدت، والديتيلز كانت كولكتد ديتيلز، قدرت ان انا اسحب 20 منهم مره واحده. اوكي. طيب تقدر طبعا تعمل this quarter، تقدر تعمل last quarter، ولو عايزها كاستمايز فانت بتدوس على all analytics، وبتقدر ان انت تحدد التاريخ من كذا والكذا، وتبدا ان انت عادي جدا تسيرش، انا عايز افلتر كل اليوزج بتاعتي من كذا لكذا. طيب هنا دي جزئية تحفة لوشا عاملينها، وهي ال AI powered recommendations. دي فلترز انت عملتها وابتديت انت تعمل منها سيف لليدز معينة، فهو بيبدأ يقول لك سواء في الكونتاكس او في الكومبانيز ايه الحاجات الابديتد. لو انت مثلا قلت انا عايز اي تي مانجر في وحطيت الاي سي بي، فهو بيجي يقول لك في الاول لو انت مثلا بحثت فيقول لك لا مش موجود. دلوقتي لو هو اتغير، لو التايتل اللي انت جبتها الاي تي مانجر مثلا فريد ده اتغير، فهيجي يقول لك فريد اتغير وده بقى احمد، ده الاي تي مانجر دلوقتي في سوما باي مثلا. تمام. الشركه نفسها لو حصل فيها اي ابديت، فهو بيجي يقول لك في شركه جديده نزلت لنفس الاي سي بي بتاعك، فخش شوفها وهكذا. عندك هنا دي انت على بلان ايه، والبلان بتاعتك بتتجدد امتى بالظبط. وعندك هنا السجست فور يو ان انت تجيت مور كريدت، وديت لو انت محتاج ريفينيو اعلى، ليدز اعلى، والحاجات دي كلها. وعندك هنا اد سيتس، ودي طبعا للاكونتس البريميوم. عندك هنا البروسبكت سيرشز، الحاجات اللي انت عملت لها سيرش على لوشا. عندك هنا الهوت انتنت سيجنالز، ودي هنروح لها كمان شويه. الهوت انتنت سيجنالز ديت الانتنت اللي انت بتحطه، انا محتاج ناس بتستخدم او بتبحث دايما في توبيك كذا، فالتوبيك ديت بيبدأ يجيب لك الشركات والديسيشن ميكرز اللي بيبحثوا في توبيك اكس. تمام. طيب انت مثلا بتبيع اودو، فبتبدأ تقول انا محتاج الناس اللي بتبحث عن توبيك اودو، فبالتالي هنا هو هيبدأ يجيب لك كل الحاجات الابديتس. يعني هنا هي 1 نيو كومبانيز بحثت عن الايميل ماركتنج سيرفيسز انا عاملها. عندي هنا 3 نيو كومبانيز بحثوا عن البي تو بي ماركتنج، وهكذا. بيبدأ يجيب لك هنا الابديتس، الشركات الجديدة اللي بحثت عن التوبيك دوت وانت ما خدتش بالك منها او ما كانتش موجودة في الاول. هنروح للسيرش، والسيرش هنا انت عندك 3 طرق تبحث بيها، اما بالكونتاكس او بالكومبانيز او بتبحث بالكيوردز. الكيوردز انت بتحط اول حاجة التايتل، زي مثلا ماركتنج مانجر مثلا. مثلا نروح كاتبين سعودي اريبيا، واروح كاتب مثلا كونستراكشن او ماركتنج مانجر في بيرسونال كير برودكتس. اوكي. فانا بتتاكد هنا ان ده انت بتفلتر بالكونتكست، وتروح عامل سيرش، هيبدا يجي لك كل الماركتنج مانجر اللي في السعوديه اللي في البيرسونال كير برودكتس. فهتلاقي هنا بي ان جي بيرسونال كير برودكت از ان هي برايمري اندستري بتاعتها البيرسونال كير برودكتس. عندك هنا بيرسونال كير برودكت اهي في البرايمري وكمان في السكندري وهكذا، دول الماركتنج مانجرز. فدي انت بتبحث بالتايتل، وتايتل واضحه ماركتنج مانجر سعودي اريبيا، وما ينفعش تبحث باكتر من تايتل او اكتر من دوله او اكتر من اندستري او فيلد. اوكي. طيب فهنا دي اول طريقه للسيرش، تقدر تعملها كومبانيز وتقدر تغير فيها عادي جدا. تقول مثلا انا عايز كونستراكشن ان سعودي اريبيا، فبيبدا يجيب لك كل شركات الكونستراكشن في السعوديه، فهي 2463 شركه. طيب هنروح بقى نشيل ده كده ونروح للكونتاكس. الكونتاكس هنا اما بتبحث عن اشخاص بيحملوا تايتلز معينه وبوزيشنز معينه، او بتبحث عن انا محتاج شخص معين بعينه داخل شركه معينه. دي الحاجه الوحيده اللي تقدر تفلتر بيها بالكونتاكس. طيب
لو انت عارف شخص، لو انت عارف شركة معينة وعايز الشخص فيها فهتكتب الكومباني. لو انت مش عارف وعايز تروح ل الماركتنج مانجرز في السعودية فانت بتقول انا عايز الهيد الهيد كوارتر كومباني لوكيشن، وهكتب مثلا سعودي ارابيا. فبروح هنا بعدها في الاندستري انا عايز مثلا في البيزنس سيرفيسز. بعدها بروح لامبلوي، انا عايز مش بس كده، انا عايز ان الشركات اللي هتجيلي الماركتنج مثلا، الشركات اللي تجيلي تكون من 1 ل10 ومن 11 ل50. عايز الريفينيو بتاعها من كذا لكذا، فانت بتبحث هنا في الكونتكست الريفينيو بتاع الشركة اللي انت عايز فيها الديسيشن ميكرز دي. عايز مثلا من المينيموم مثلا لحد 10 مليون دولار. انزل تحت شوية ادوس انا عايز الناس اللي التوتال فاندز بتاعتهم 1 مليون دولار لحد 10 مليون دولار، دي الفاندنج. تقدر طبعا تقول انا عايز اخر كذا، انا عايز اللي هم واخدين في اخر 60 يوم، اخر 90 يوم، اخر 9 شهور، اخر سنة، لكن انا عاملها كتوتال فاندز اللي هم واخدينها. عايز اي حاجة في التكنولوجي فانت بتبدأ تروح جو تو كومبانيز، نفس التايتلز موجودة بس هو 13 شركة بس. انا هقول انا عايز الشركات اللي مثلا بتستخدم، ممكن نقول جوجل اناليتكس، وممكن نقول ميتا مثلا. خلينا نقول فيسبوك بيكسل مثلا. لا دي مايكروسوفت، عايزين فيسبوك بيكسل. ممكن نقول واتساب، هيستخدموا الواتساب. بلاش الواتساب، احنا بنقول احنا عايزين جوجل اناليتكس وفيسبوك بيكسل. ده معناه ان انا محتاجه عام بيعمل اعلانات اوريدي على جوجل. فجالي 6 شركات هنا هوت. ممكن اقول انا عايز الير فاوندد من 2024 ل 2025، طبعا هتقلل معايا بس انا مش عايزها علشان ما الدنيا ما تبص. الانتنت هنا دي الجزء اللي انا بقول لكم عليه، ان انا عايز هنا التوبكس. وفي التوبكس وانت بتحطها انت بتبيلد 5 توبكس بس، دول اللي فور فري بالنسبه لك طول حياه الاكونت ده. تمام. عندك هنا اور وعندك اند. اور ودي انت بتقول له انا عايزه بيستخدم ايميل ماركتنج سيرفيسز، او بيستخدم سبام، او بيبحث عن ايميل ماركتنج سيرفيس، او بيبحث عن سبام، او بيبحث عن ادفرتايزنج ايجنسيز، او. هنا انت بتشرط على الطول انا عايزه يكون بيبحث عن الايميل ماركتنج سيرفيسز، وكمان الادفرتايزنج ايجنسيز، وكمان البي تو بي ماركتنج. اوكي. وتقدر طبعا تبيلد التوبكس بتاعتك عادي جدا لو انت ما عملتلهاش بيلدينج. تقدر تحط الكونتاكت لوكيشن لو انت عايز هو يكون الشركة في السعودية بس هو شغال في مصر، فانت هتكتب الكونتاكت لوكيشن في ايجيبت وهكذا. عندك هنا الجوب تايتل، هتبدأ تقول انا والله عايز الماركتنج مانجر، فتبدأ تبحث بالماركتنج مانجر. اوكي. هنيجي مثلا نروح هنا نعمل كده. طبعا جالي هنا البالك كومبانيز اللي ظهرت لي هناك وانا فلترت بيها، جالي كل الحاجات ديت. الانتنت هيت لازم أنا اروح للكومبانيز عشان اكريتها. الكونتاكت لوكيشن، فببدأ اقول انا عايزه في مصر مثلا. اوكي. وعايز بقى 18 شخص، وعايزه يكون الجوب تايتل بتاعته ماركتنج مانجر. اوكي. انكلودد، ما جاليش ولا بني ادم. طيب فانا هنا اهو جروس بزنس جروس مانجر، جالي بزنس ديفلوبمنت انجينير، جالي اكتر من مكان، دول كلهم شغالين في مصر. اوكي. طيب اقدر ابحث بديبارتمنت باسم معين، بسينيوريتي انا عايزه في ليفل سينيوريتي ليفلز معينه، عايزه يكون موجود في الشركه جديد. لو انت مثلا عندك فيجن اني انا هتارجت الماركتنج مانجرز اللي موجودين هايرد في الشركه بقالهم 3 شهور، فده هيخليه ان هو خلاص بقى عامل البلان بتاعته خلال ال3 شهور وبيدور دلوقتي على ماركتنج ايجنسي علشان يشتغل لها مثلا. فبالتالي تبدأ تقول انا عايزه يكون واخد التايتل ديت كماركتنج مانجر بقاله 3 شهور بس. فبالتالي انا كده جبت وعملت السيرش براحتي جدا. ده بالنسبه للكونتاكس. بالنسبه طبعا للكومبانيز ما فيهاش اي حاجه جديده، نفس اللي احنا بنعمله بالظبط. تبدا تخش على كل شركه من ديت. فالكون مثلا، ففالكون
عندها ده الويب سايت تقدر تخش عليه، ده لينكد ان بتاعها تقدر تخش عليه، تقدر تليست بيها سيف تو ليست وتعمل لها ليست لو هي كواليفايد. عندك البرايمري اندستري والسكندري اندستري بتاعتها. عندك طبعا الفاندنج بتاعها هو 2021 كان معاهم مليون و800 ألف دولار عندهم في 2016، ده كان الفند بتاعها، وهكذا الفند بتاعها كان عمال يعلى من 2014 لحد 2021. ده الفاندنج هيستوري. كمان تقدر تشوف الفاندنج راوندز كانت مع مين بالظبط، دي فينتشر راوند، وعندك ايكويتي جراود فاندنج، فعندك دي كمان فينتشر راوند، دي سيد راوند، وهكذا. اوكي، انت هم هنا من 2014 لحد 2021، فانت عندك هنا كل حاجه. عندك هنا التكنولوجيز اللي هو بيستخدموها، يوتيوب، فيميو، عندك فيجما، عندك زوهو، فده معناه ان هم بيستخدموا سيستم زوهو. اوكي، سيلز اي كيو، فده معناه ان هم بيعملوا اناليتكس للسي ار ام بتاعهم عن طريق زوهو، فده معناه ان السي ار ام بتاعهم هو زوهو، وبيشتغلوا على زوهو. عندك جوجل اناليتكس، وهكذا. عندك اكتر من تول عن شغالين جافا سكريبت وبايثون، فده معناه ان هم عندهم ساس برودكتس او عندهم برودكتس بيستخدموا جيميل فور بزنس، فده معناه ان هم الكلاود بتاعهم على او جوجل ورك سبيس بيشتغلوا عليه بشكل كبير. ميديا مانجر، دي سوشيال ميديا، وهكذا. عندك هنا طبعا الفيو سيميلر كومبانيز. ده كده توتالي عن البروسبكتنج فلوشة. عندنا هنا ريكومنديشنز، زي ما احنا شفنا الريكومنديشنز هنا بيجي لك كل الناس اللي انت بحثت عنها، الريكومندد كونتاكتس والريكومندد كومبانيز لكل السيرشز اللي انت عملتها طول ما انت موجود على الاكونت. تقدر تدوس ريكومندد كومبانيز ويبدا يجي لك كل الريكومندد. عندك هنا الانجيج، والانجيج هنا انا كنت بتست فيها اكتر من كامبين، ولكن لوشا مش افضل تول تستخدمها علشان الاناليتكس فيها مش واضحه، مش بتدي لك ريبورتس تفصيليه ودقيقه، ولكن نشرحها. انت عندك اهو اي اي اسيستنت، عندك ايميل تمبلتس، عندك ستارتنج فروم سكراتش، ودي على فكره جديده، انت ما كانش فيه كده، انت كان بيخش لك على طول على الاودينس، اللي هو بتبدأ تقول انا عايز كذا او كذا، عايز التون اوف فويس بتاعي فريندلي ناتشرال او فورمال، تبدأ تكتب الجول بتاعك والجوب رول والسكيلز ريكوايرد او الحاجات اللي انت محتاجها دي علشان ريكروتنج اوبورتونيتي انا مختارها. انما لو عايز نيو بروسبكتس اوتريتش، فبيبدا يقول لك اكتب لي التارجت اودينس بتاعك هنا والاوتريتش جول انت محتاج منه ايه بالظبط، وبعد كده بتدوس جنريت، بيبدأ يجي لك تو تمبلتس بتختار منهم تمبلت واحدة وبتبدأ تعدل فيها على طول. يعني خلينا نعمل مثلا SaaS solution او مثلا EdTech SaaS solutions سعودي ارابيا UAE بزنس، انا بقول له كلمات يعتبر متقاطعة، development manager and CEOs، واقول له كمان عايز الكامبين فور، اوكي، كامبين objective is B2B lead generation service، وبدوس generate وانا عايزها فورمال وهكذا، فبيبدأ يجيب لي تمبلت 1 وتمبلت 2، ببدأ اختار ما بينهم عادي جدا. ادي تمبلت 1 subject innovation sales solution for كذا، hello كذا I'm reaching out for Enigma sales to introduce our tailored sales solution for small to mid-sized businesses and tech startups وهكذا. فانت طبعا بتخش تعدل، ده day 1 day 3 وبيعملها لك كمان اوتوميتد خلال 5 ايام. day 3 هي كذا، وتقدر طبعا تنزل للميل من هنا. day 5 هي كذا، سايب يوم ما بين كل كامبين او كل مسج، ودي الاوتوميشن بتاعها. دي التمبلت التانية هتلاقي فيها تغيير customize sales automation for كذا، وبيبدأ يظبط. وهنا بيقول لك insert available time slot، او تقدر طبعا تحط كالندر لينك بتاعك علشان يحجز على طول. ده كده. ولو مجرد ما بتعمل الكامبين، بمجرد ما بتعمل الكامبين بيبدأ يظهر لك هنا ده الداشبورد بتاع كل الكامبينز،
contacts و active و finished، وعندك هنا delivered opened replied و bonused. اوكي، عندك هنا الانريتش، بس دي بتكون حاجة الاي بي اي والانريتش وهكذا، دي حاجة بتكون طبعا كل الملفات مش اكسل شيتس، لازم أن تكون سي اس في علشان تقدر تحطها هنا وهو يبدأ ان هو يقرأها ويجيب لك الليدز بتاعتها. عندك هنا الاي بي اي، دي بتكون للبريميوم او للباقات البرو. عندك للاليرتس او التنبيهات، دي برضو للبرو علشان يديك تنبيهات في حاجات جديدة نزلت في كذا على الميل ونوتيفيكيشن على الموبايل. ده كده دي طبعا كل الليستس بتاعتك اللي انت عاملها، وبيبدأ يقول لك كام كونتاكت ومين اللي عامل الليست دي. ده كده بالنسبة لنا تول لوشا. اشوفكم على خير الفيديو الجاي وهنتكلم عن تول جديدة. مع السلامة.